انا فرغلي، طالب في كلية الحقوق، والدبدوب ده مصلحي. مصلحي ده اعز صديق عندي. مصلحي ده جابته لي صاحبتي في عيد ميلادي السنة اللي فاتت. انا معرفش ليه سميته مصلحي، بس كل اللي انا متأكد منه ان انا اول ما شفته اصبحت العلاقة اللي بيننا قوية جدا جدا. ما اصل فين الصاحب اللي يقعد يسمعك بتركيز؟ فين الصاحب اللي يوافقك على اي حاجة من غير ما يناقشك؟ من ساعة بقى ما اتقابلنا وهو معايا على طول، بنعمل كل حاجة مع بعض، بناكل وبنشرب وبننام وبنذاكر. بص، كل حاجة إلا حاجة واحدة بس، الحمام. يعني مش عشان هو دبدوب هيخش معايا الحمام، يعني لا، دي حاجات خاصة معلش يعني. بس المشكلة مش في الحمام، ده المشكلة حصلت الأسبوع اللي فات، ومصلحي كان هو السبب. كان يوم 3، يا سلام ده على يوم، ده كان أحلى يوم. اليوم ده ماما راحت فيه لواحدة اسمها أم منصور، أنا معرفش مين أم منصور أصلا. المهم، واخويا راح الشغل، واختي كانت في المدرسة، وانا اليوم ده بالذات ما كانش عندي فيه محاضرات، يعني اليوم ده كان بتاعي. طبعا رحت داخل على المطبخ اخد بقى اي حاجة تقابلني في السكة، طبق فول على عيش على جبنة رومي على بيض. مش بس كده، ده انا رحت فاتح التلاجة كمان ولقيت حتة ورك فرخة مستخبي في حتة، بس رحت جايبه ما سبتوش، وحبة مخلل. يعني عملت احلى دماغ. ورحت فاتح بقى التلفزيون ورحت مديها. شيل الشيشة، ما بيشربش. ليش معنى انا بابا؟ هي كلمة، شيل الشيشة من قدام. يا بابا ده احنا قاعدين في مركز شباب الشيشة. شيل الشيشة. يوه، مين الرخم اللي جاي دلوقتي ده؟ مين؟ ده انت رخم بقى. طيب حاضر، جاي اهو. احمد وعمر امسكوه قبل ما ينط من الشباك، وعايش يقف عند باب الشقة علشان ما يهربش. وانت يا علي تعالى معايا علشان نكلمه. انتوا مين يا جدعان وعايزين ايه؟ انا امي لو عرفت هتنفخني. معلش يا ابني على الفوضى اللي عملناها في شقتك. احنا الجيران اللي ساكنين في الدور الاول اللي نقلنا من شهر البيت ده، والشاب ده ابننا ولابسه جني، كنا عايزين نخرجه من جسمه فهرب مننا وجه لشقتك. اهلا بيك يا ابني. جني ايه وعفاريتي وبتاعي؟ ايه الكلام الفارغ اللي حاسب الوتة هتخربشك. حد يبعد الزفت ده عني. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اخرج من جسمه بسرعة والا هطلع عين ابوك. ايه يا عم انت بتكلم جني ولا مبيض محارة؟ اتكلم بأدب يا ولد، اتكلم بأدب يا ولد، هو ده اللي عندي. لا يا بيه، انا بابن بيه، خليك ذوق كده يا برنس. عيب عليك يعني بعد الهيلمان ده كله، وجني داخل وجني خارج، وتقول لي هطلع عين ابوك؟ طيب انت بقى ايه؟ مش هينفع معاك غير كده. انت بتقلع ايه يا عم انت؟ لا يا حاج، عيب اللي انت بتعمله ده، انا ابن ناس وماليش في البهدله دي. انا هضربك بالحزام يا حيوان. الحمد لله ما طلعش اللي في دماغي. على العموم انا كده خارج، انتوا اصلا عيله شلق، بس استنى اعمل الحركتين بتوعي علشان اخرج بكرامتي. لكن انا بحذركم، لو حد اذاني عشيرتي كلها هتنتقم منكم. يا اخ عفريت، اكيد انت ما تقصدنيش، انا مش معاهم. وانت تطلع مين بقى؟ انا فرغلي. فرغلي؟ فرغلي. طيب الحمد لله الولد بقى كويس. يلا يا رجاله شيلوه هاتوه ورايا علشان نفوقه براحتنا. شكرا ليك يا استاذ. اسمك ايه؟ ما قلنا فرغلي. فرغلي؟ فرغلي، وفرغلي المستكاوي كمان. في حاجه؟ لا يا ابني ربنا يشفي. بحسب. يلا يا رجاله حصلوني. يا مصيبتي ماما، يا نهار منيل. اما الواحد خد حته علقه ما ياخدهاش حمار في مطلع. يلا ست الحبايب بقى. ده الساعه 12، ده يا دوبك الواحد يلحق ينام. وهادي نومه. هو ايه فرغالي ده الاسم ده انقرض من سنين يا جدع. سلام قولا من رب الرحيم. ايه خايف تبص وراك يا بقف؟ طب خد. الحقوني، حد يلحقني، عفريت قاعد قدامي، الحقوني، انا عايز اروح الحمام. ايه اللي حصل يا ابني؟ مالك؟ الحقيني يا ماما، كان في عفريت انا قاعد قدامي دلوقتي، الحقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر. نعم. مش كنت بتبات بره الليلة؟ أنا فرغلي، مصلحي بيقولك إنه جعان وعايز ياكل. مين يا أختي؟
مالك يا فرغالي بتبصي كده ليه؟ مصلحي بيقولك هات اكل. مصلحي الدبدوب هو اللي قالك كده يا رغدة؟ لا هو ما قاليش كده، ده مصلحي الكبير اللي جه وقعد معانا واحنا بنلعب وقعد يكلمني، فحكيت له على أبلة سهير اللي بتضربني، فهو قال لي انه هيضربها علشان. أبلة سهير؟ هي مش أبلة سهير دي اللي هربت ماما؟ طب بقولك يا رغدة يا حبيبتي، هو مصلحي الكبير ده شكله ايه؟ طويل قوي وجسمه رفيع، بس انا مش عارفه عينه مالها. عينه؟ مالها عينه، فيها ايه؟ اصلي مش عارفه اشوف عينيه لانهم مش موجودين، مكان عينيه فاضي خالص. اهلا، ده واضح ان المدرسة لحست الدماغ خالص. طب روحي يا حبيبتي، روحي كملي لعب مع مصلحي، وانا هجيب الاكل من التلاجة وهاجي وهنلعب كلنا وهناكل كلنا ونعمل كل حاجة. روحي روحي يا رغدة روحي. لا اله الا الله، ده البنت دماغها لحست، ده في الباي باي خالص. هي المدارس بتعمل ايه في العيال اليومين دول؟ وبعدين البنت دي جابت الخيال ده منين؟ هي بتتفرج على افلام اجنبي من ورانا ولا ايه؟ على العموم ده مش وقت مصلحي خالص، احنا نقوم دلوقتي بقى نفتح التلاجة ونتمزج ونشوف التلاجة بتقول ايه. هو ده الكلام. طيب يا اللي على الباب، انا هفتح اهو. ايه في ايه كل ده خبط؟ أبلة سهير دخلت المستشفى وهتموت خلاص. مين اللي قالك كده يا حبيبتي؟ أستاذ كمال دخل وقال الكلام ده في الفصل. الو. ايوه يا استاذ محمود، انا مسامح. اخبار سهير ايه؟ انا سمعت انها تعبانه شويه. ايه؟ دخلت العنايه المركزه امبارح بالليل وعندها نزيف داخلي كمان، نتيجه ضرب عنيف. ازاي ده حصل؟ مش معقوله. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا معاكم يا رب. طيب ربنا معاكم. مع السلامه. ايه يا ماما، في ايه اللي حصل؟ امبارح بالليل سهير اتوجعت وعيطت كأن في حد بيضربها جامد، دي راحت في غيبوبه من كتر الوجع. تصوروا. لا ثانية واحدة كده، بنت يا رغدة، انت مش قلتيلي امبارح ان مصلحي هيعاقب أبلة سهير؟ مصلحي مين؟ بنت ما تستهبليش عليا، مصلحي الدبدوب يا اختي. هو في دبدوب بيتكلم يا فرغلي؟ وحياة خالتك انت هتستهبلي يا بنت ولا ايه؟ انت مش جيتيلي امبارح وقلتيلي ان في واحد جه كلمك وقالك ان هو اسمه مصلحي الكبير وان هو جعان وعايز ياكل؟ الكلام ده ما حصلش يا فرغلي، انا ما قلتش حاجه من الحاجات دي. سيبني بقى عشان عايز اكل. يا نهار اسود، خد يا رغدة تعالي هنا. يا رغدة يا ماما ما تبصليش كده يا ماما، انت فاكراني مجنون؟ يا ماما والله العظيم قالت لي الكلام ده امبارح. تعالي يا رغدة ادخلي. خير يا رغدة، عايزة ايه؟ ما تزعلش مني، انا ما قلتش على الحقيقه النهارده الصبح علشان مصلحي الكبير قال لي ما تكلمش قدام اي حد اني بكلمه. يا نهار اسود. طب وبعدين يا فرغلي، هتعمل ايه في موضوع مصلحي ده؟ انت لحد دلوقتي مش عارف موضوع مصلحي ده حقيقي ولا اشتغاله، بس فعلا في حاجات غريبة حصلت بقالها فترة. يعني مثلا العفريت اللي طلع لي في الأوضة، والتاني اللي بيطلع لأختي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، ده كله كوم وحوار أبلة سهير كوم تاني خالص. وبعدين أنا ملاحظ إن الفترة الأخيرة أختي بتطلب مني مصلحي كتير جدا. لا ده الحوار ده ما يطمنش، لا ده أنا لازم أشوف حل للموضوع ده في أقرب وقت. فرغلي هاخد مصلحي واروح ألعب بيه في الصالون. خد يا رغدة، أنت رايحة فين؟ يا رغدة برضه خدته من غير ما أقول لها. بس اهي فرصة وجات لحد عندك يا فرغلي. انا اتسحب لحد ما اوصل للصالة واشوف ايه اللي بيحصل بنفسي. انا هعمل كده دلوقتي. ابعد يا فرغلي وما تدخلش الصالون عشان مصلحي ما يزعلش مني. ايه ده؟ هي عرفت منين ان انا بقرب؟ ولا يهمك يا فرغلي، انا هعمل نفسي ما سمعتش. ارجع يا فرغلي عشان كده مصلحي زعل منك قوي وهيعاقبك. جرى ايه يالا؟ هي مش قالت لك ما تخشش؟ طب تعالى بقى، خد خد في البليبه. الحقوني قفايا حرام.
ماشي يا مصلحي الكلب، بقى بتاخدني على اخوانا وبتضربني على قفايا وتكسر لي ايدي؟ يا انا انت في البيت الليله دي. انت مش فاكرني؟ نعم يا اخويا، انت عايز ايه يا؟ انا عايز اللي اسمه، انا مش فاكر اسم الراجل اللي انا عايزه، بس هو في شبه من عبد السلام النابلسي. تعرف حد شبهه؟ هو مين اللي بيخبط؟ ده واحد حيوان بيسأل على عبد السلام النابلسي. انت ازاي تقفل في وش الباب؟ ازيك يا ابني، عامل ايه؟ تعال اتفضل. انا في حاجات غريبه بتحصل عندي من ساعه ما انتوا كنتوا موجودين عندي اخر مره. اولها عفريت ظهر عندي في الاوضه كان من غير رقبه ونزل فيها تلطيش، وبعدها بشويه اختي بتقولي انها بتاخد الدبدوب بتاعي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، ده غير انها بتقولي ان الدبدوب بتاعي ضرب المدرسه بتاعتها، ده غير ان هو ضربني انا شخصيا. فانا جبت لكم الدبدوب لحد عندكم اهو، وانا عايز حد يحل لي المشكله دي دلوقتي. بص يا ابني، انت والله اعلم طبعا حصلت لك مشاكل كبيره قوي. ايوه، والمشاكل دي والله اعلم كلها من عالم الجن. شكلها كده، وباين كده ان مصلحي مرتبط بالمشاكل دي كلها. بالظبط. وانت جيت النهارده علشان تطلب نصيحتي. والله انت استنتاجاتك منطقيه وكل حاجه، عشان كده انا جاي اطلب نصيحتك، مش جاي اطلب ايد بنتك يعني. الجان يا ابني عالم كبير جدا، وبيمتلكوا خواص كتير ملناش بيها اي علم، ما نقدرش نحدد هو حقيقي الجن بيتلبس بجسد الانسان ولا بيأثر فيه من بره من غير ما يخش في جسمه. معظم الشيوخ والمعالجين والقساوسة اللي اتكلموا عن الجن والأرواح ودخولها للجسد ركزوا على الأرواح والجن وتعاملها مع الإنسان بس، وأهملوا جزء مهم جدا. ايه بقى الجزء ده؟ علاقة الجن بالجمادات. تسمع طبعا يا ابني عن خاتم سليمان ومصباح علاء الدين وعفريت العلبة. طبعا اسمع. كل الحكايات دي كانت من تراثنا الشعبي، لكن برضو التراث الشعبي متاخد من حكايات قديمة، والحكايات القديمة هي أساطير بيرددها الناس على إنها تاريخ. صحيح ممكن يغير الناس في الأسطورة وهم بيحكوها، لكن يفضل جوه الحكايات دي جزء من الحقيقة، لأن الحكايات دي يا ابني ما جاتش من فراغ. برضو مش فاهم، يعني انت تقصد ان انا لقيت مصباح علاء الدين، ولا انت تقصد ان انا اسمي علاء الدين؟ اخرس خالص لغايه ما اخلص كلامي. طيب ما تزقش. في الحكايات في التراث هتلاقي ان الجن او العفريت يعني بيكون متصل بشيء جامد زي فانوس مثلا او خاتم او عقد، وان الساحر لما بيمتلك الشيء ده بيقدر انه يتحكم في الجن او العفريت. طب لو لاحظنا بقى ان في التراث الاسلامي في نهي عن تعليق الصور والمجسمات في بيوت المسلمين، وبالشرح وجدنا ان الصور والمجسمات ليها هالة بتجذب الشياطين بطريقة غريبة مش مفهومة. وزي ما قلت لك ان فيه في تراثنا ربط بين الجن والاشياء المادية، هتلاقي في عصرنا ان في سحرة بيربطوا الجن والعفاريت بعقد مثلا او بعصاية او كتاب، وده بيرجع والله اعلم لوجود هالة غير مرئية حوالين الجماد والانسان زي ما اثبت العلم الحديث، وان العفريت او الجن بيعرف الهالة دي ويميزها وينجذب ناحيتها. وفي اليوم اللي كنا فيه في شقتك يا ابني وكنا بنحاول نخرج الجن المتلبس بجسم اشرف مين؟ ابني. في اليوم ده واحنا بنطلب خروج الجن من جسمه، كان باين ان الجن عايز يدخل اي جسم لاي شخص موجود في الشقة ساعتها، وطبعا لو دخل اي جسم فينا هنكتشف ده بعدها بايام. وبالصدفة لقى دبدوب موجود على الارض، فخرج من جسم ابني واقترن بالدبدوب علشان يعيش بينكم في الشقة. يا نهار اسود. طب والحل؟ الموضوع ده للأسف ما اقدرش اعمل فيه حاجة خالص. معلش يا ابني هتعبك، هات السيجارة اللي وقعت على السجادة دي وحطها في الطفاية اللي على الترابيزة قدامك دي. ماشي حاضر. يا نهار اسود، انت بتولع في مصالحي؟ ما تتكلمش ولا تحاول تقرب من النار. معلش يا فرغالي يا ابني، انا خليتك تروح تطفي السيجاره علشان امسك الدبدوب واحرقه من غير ما اقول لك نيتي قدامك اني هحرقه، لان الجن لو اقترن بشيء متجسد او شيء جامد بيضطر يغير في طبيعه مادته علشان تتناسب مع الماده اللي هو مقترن بيها، فلو انا دمرت الشيء اللي هو مقترن بيه اتدمر هو كمان. انا اسف والله ان انا سببت لك مشكله يا استاذ، انا بشكرك جدا جدا، انت حليت لي مشكله انا ما كنتش عارف احلها ازاي، انت طمنتني. انا مضطر بقى ان انا امشي دلوقتي لان انا عندي مشوار مهم. ياه، ده كان هم ابن لذينه. الواحد دلوقتي بقى يقدر ينام براحته. ايه ده؟
السكرتير اللي واقفه هناك دي؟ ايه ده طالع لهم ديول وعندهم قرون في دماغهم. ايه النعش اللي شايلينه وماشيين بيه ده في واحد منهم جاي عليا. انت اللي قتلت ابني، مش هسيبك الا لما تموت زيي. انا شكلي بحلم ولا ايه؟ ايه الحلم الغريب ده باينها تبقى ليلة كوبيا.